انا عايزاكم تتخيلوا معايا ايه الطاجن ده. طاجن ايه ده؟ طاجن ورق عنب باللحمه. بجد طعمه حكايه، لازم تجربوه ومن غير اي افتكاسات، على الطريقه المصريه الاصيله، مع شويه بقى من التوميه كده في حته تانية خالص. لو عجبك الفيديو لايك وشير واشتركي في القناه. انا اسمي ران، وما تنسيش تعملي سيف للوصفه. هنحضر التورته دي سوا. بجد طعمه حكايه يا جماعه، وريحته كانت حلوه قوي. يلا بينا هنحضره سوا، وهنتعلم ازاي نعمل التسبيكة بتاعة المحشي. اول حاجة ووك على نار عالية، بحط فيها شوية من الزيت، عليهم 4 بصلات مفرومين ناعم بالشكل ده. هفضل اقلب لغاية ما البصلة تدبل معايا خالص. معلقتين من الصلصة، وبعدين حطي عليهم معلقة من السكر. قلبي كويس وانزلي عليهم بشفشق من عصير الطماطم، وبعدين سيبيها تتسبك كده على نار هاديه. بعدين كوبايتين من الرز المصري المغسول كويس، وشويه من الكزبره والشبت والبقدونس، وحطي عليهم بقى من الصلصه اللي اتسبكت، وبهاراتك بقى الملح والفلفل الاسود والكمون. ورق العنب لازم يتحشى على الاتجاه الخشن، وشويه بوصات جدا من الرز لانه طبعه بينفش يمين وشمال ومن بره لجوه، ولفي بالشكل ده من غير ولا رزايه، والشكل زي الفل. ووك تانية هنعمل بقى اللحمه. هنا انا استخدمت قطعيه البفتيك، بديلها صدمه الاول وبعدين بنزل عليها بالبهارات، الملح والفلفل الاسود ورشه من القرفه خالص، بسيطه خالص، وشويه من بهارات المشكل. بشوحهم كويس جدا. بعد ما خلصت كل لف ورق العنب بالشكل ده، بجيب بقى الطاجن وبحط فيه بقى ايه، بصل وطماطم، حطي فيه اي حاجه انت عايزاه. وبعدين هحط شرايح اللحمه اللي انا دلوقتي شوحتها، وهبتدي ارص بقى ايه ورق العنب. طبعا انا هدخله في الفرن، هنزل عليه بشوربه، والشوربه لازم تكون مغليه جدا، يعني فوق ورق العنب بصابع بسيط. وبعدين اهو، وبعدين عصير ليمون، وشويه مع الوش كده دبس رمان، وهغطيه بأي غطا صغير يبقى محكم كده، وهدخله الفرن نص ساعة ويبقى جاهز. بالهنا والشفا.